والآن في كلام أيضا قضيت بأنه في توجه إلى أن يكون أيضا قانون منع الاختلاط يطبق حتى في المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة. شنو رأيك بأنه الدخول في هذا لا أنا يمكن بداية يعني النضج، يعني بداية النضج اللي هي مثلا الثانوية والأمور هذه كلها، طبعا هذا أنا ضد الاختلاط يعني جملة وتفصيلا، يعني هذه تصير مكنة فساد يعني مهما يكون. يعني ما زال الطالب أو بهالعمر غير مميز وغير عارف غير مؤهل أصلا إنه طبعا يعني هذا. لكن لما تيجي المرحلة السنية، وأنا الحقيقة يعني جربتها بأولادي. نعم. يعني مرحلة سنية معينة، الروضة الابتدائي، أعتقد أن هذا يعني لا يشكل خطر الاختلاط كثر ما هو يشكل بالعكس، يعني يعطيك تحدي، يعطي روح من التطور. يعني هذه دراسة اجتماعية. نعم. موجودة تأهل لمواجهة المجتمع. نعم. لكن من بعد بداية المتوسط والثانوية أنا ضد الفصل، يجب فصل بين هذا. لكن لما تيجي على الجامعة النضج اكتمل الآن. نعم. وكل إنسان يعرف مصلحته، وهناك شخص يعني يعرف شنو اللي يضره، وشخص يعني لا يبالي سواء باللبس أو بعدم الاحتشام وعدم الأمور هذه كلها. فالمسيء يعاقب في حين إنه ما يعني طبعا يعني هذا ممكن تحط ضوابط معينة. نعم. ضوابط لنوعية صحيح ان عدم الاختلاط مكلف، يعني يكون تعمل جامعتين وهذا، لكن للضروره احكام في بعض الاحيان اذا كانت موجوده. لكن انا اتوقع، انا دائما اقول انا مع الاختلاط الهادف وضد الاختلاف غير الهادف المنفلت بلا ضوابط. وانت تحكي سولفت عن اولادك، ودي انتقل وياك حق الشجن الشخصي. احنا تسولفنا وايد سياسه واقتصاد، خلي المشاهد يعرف الجانب الاخر من ابو ناصر. شنو وضعك الاجتماعي يا ابو ناصر؟ انا والله تزوجت سنه 75 وعندي ولد دكتور الان. نعم. ناصر ما شاء الله جراح في المستشفى، يعني في وزارة الصحة. وعندي بنت غادة كذلك دكتورة. نعم. وعندي بنت إيمان هي صغيرة. نعم. يعني بنتين ولد مهندسة. وكلهم نحن متزوجين ما شاء الله، ولديهم أحفاد الآن، وإحنا أصبحنا أجداد. ما شاء الله. وبدأنا مرحلة العمر يعني اللي طولت العمر يا الله يسلمك. في منهم أحد لهب الجو الرياضي. أنا وأنا أقرأ السيرة الذاتية لحضرتك لقيت أنك أنت شاركت ببطولة السباحة في إيطاليا سنة 68 وحصلت مركز، طلعت بالمركز الرابع على الهواء. هذه كانت في حقبة من حقبة الشباب، يعني كنا صغار، وكانت بطولة عالمية. نعم. وشاركت الكويت فيها، وكنت أنا حزت على المركز الرابع. مسافة 36 كيلو متر متواصلة لمدة 9 ساعات وربع، يعني السباحة. أنا طبعا أنا بدايتي بداية رياضية، يعني حياتي المهنية وبدايتي ورؤيتي مرتبطة بالرياضة. بنادي الغوصية، ومن بعد ذلك تدرجت وأصبحت عضو مجلس إدارة، ومسكت كرة القدم، وكنت مدير كرة القدم وأنا بعضو مجلس إدارة. كان حتى المدرب فيليب اللي الآن يدرب تشيلسي، وكان مدرب كأس العالم للبرازيل، أخذ كأس العالم حق البرازيل، ومدرب منتخب البرتغال، كان يدرب نادي الغوصية. تتابع الدوريات الإنجليزي والإيطالي وكذي؟ لا، ابني ناصر يتابع. اوكي، فانت على اتصالك يعني انا طبعا مجرد كهوايه يعني اتابع ان كان طبعا، لكن يعني كتفرغ كامل كما يتفرغ شباب الان، يعني يتابع كل واحد له فريق وكل واحد له تشجيع معين. لا يعني تركنا المرحله هذه. وينك الحين عن الرياضه؟ هل ما زلت تمارسها بشكل من الاشكال؟ يعني امارس السباحه انا. وامارس الغوص. يعني طبعا هذه الرياضه الان اللي امارسها، وامارس المشي. يعني انا دائما الان امشي مع مختار قرناطه بدر عبد الجادر بعد صلاه الفجر دوما. نمشي 3 كيلو 4 كيلو، وهذه عشان تتمم علينا. يعني هذه موجودة عندنا وعادة عندنا. طبعا هذا الجهة اللي تنفس وجو يكون لطيف. يبدو لي أنت لك برنامج حتى في حياتك، عرفت أن لك ساعة نوم معينة واستيقاظ معين. يعني أنا لما كنت وزير يعني تعبوا معي. يعني أنا داوم الوزارة الساعة 4 الفجر. يعني بالصيف
تشوفني انا انت تبطل بيبان اي انا لا بالصيف، لان في صلاه الفجر يعني تخلص مثلا بالثلاث 3 5، انا يعني 4. بس كان المعتوق ابشر مني كذلك. اي ابو محمد معروفه اي انا من وراي يعني. وكان طرفه ان حسين ديحاني عضو مجلس الامه، حسين مزيد، دق لي تليفون، كنت طالع المسجد بعد صلاه المغرب، فقال ابو ناصر والله بموعد، انا متعود على النواب اني اخذ موعد. اي وكان هو طبعا اخلاق رجل يعني فاضل. فقلت له والله خلاص يعني بعطيك وقت يعني متاخر زين هذا الساعه 6 الصبح. قال وش بلاكم انتم؟ انا توني متصل بوزير الاوقاف اعطاني الساعه 5، تعطيني الساعه 6 انا. صدق والله. الفجر اصلي الفجر واجيك. فكان حياتي يعني اليوميه بالوزاره، لذلك كانت ام ناصر تعبت معي ما تشوفني. يعني انا ارجع البيت الساعه 7 7 ونص، الساعه 8 نايم ايام الوزاره. 8 8 ونص، يعني لما يكون عندنا عشاء رسمي تضايق يعني بيأخرني شوي، بيخربط الجدول. اي فهذه حياتنا. الان لا ازال على هذا النمط، يعني بعد صلاه الفجر ما انام، يعني اكون صاحي، يا اقرا تقارير، يا اقرا الاخبار، يا يعني استمتع ببعض القراءات يعني بعد المشي طبعا. والنوم طبعا لا يزال النوم على حسب الوتيره السابقه يعني. انا في البيت دائما الساعه 8 وربع 8 ونص انا متواجد في البيت. واحنا الليله اخرناك ويانا. طيب لا بصفه لا الاستثناء. زين، انت كنت تحكي لي ايضا عن الفترات اللي كنت تمسك فيها حقيبه وزاره الاوقاف بالوكاله، بالفترات اللي كان فيها ابو محمد عبد المعتوق. اي هذه حصلت الحقيقه. انا دائما بالعشر الاواخر الله خير ابو عبد الرحمن المعتوق يروح يعتكف في مكه. نعم. ودائما يسلمني انا وزاره الاوقاف. فأنا كنت لترتيب المراسم يعني زياراتي الميدانية برمضان للدواوين، كنت أحب المسجد اللي يعني ينهي الصلاة يعني يقيم بكي يعني بصفة مستعجلة يعني بعد الأذان. فكنت أذهب المسجد الرازي اللي في مستشفى الرازي نعم. عن طريق بيتي نفسي وأنا نازل. فتعودت عليه انه يعني يقيم الصلاه يعني بعد الاذان ب10 دقائق، ويصلي صلاه العشاء خفيفه، ومن ثم صلاه التراويح، فاكون يعني ترى خلاص ثلث ساعه بين صلاه العشاء والتراويح خالص انا طالع ومرتاح. في يوم من الايام حضرت انا الى المسجد والمصلين موجودين، ما اشوف امام موجود، فسالت الفراش الموجود وين الإمام؟ وين إمامكم؟ قال والله موجود بغرفته. فلقيت أن طافت 10 دقائق، فأنا أقمت الصلاة. ما رحت ندهتوا له؟ قومت؟ لا على طول أنا أقمت الصلاة وصليت أنا فيهم العشاء. نعم. فلما سلمت لقيت الإمام مصلي وراي. يعني لما سمع الإقامة على طول إجا. كلمته قلت له الحين تبي تكمل أنت صلاة التراويح ولا أنا أكملها؟ إيه؟ قال لا أنا أكملها. الظاهر بينتقم مني. إيه؟ يعني حس إني أنا على عجالة بينتقم مني. فقال أنا بكمل. فكان نحيس يعني عنده نحاسة. إيه؟ فقلت له تفضل. فصلى صلاة التراويح، أخذ صلاة التراويح يعني نص إلا 25 دقيقة. طبعا شعرت اني انا يعني وترك خلصت من طلعت يعني وصلت الى درجه الاحتقان يعني. فلما سلم فقلت له انت الامام ولا المذن؟ انا يوم اشوف اكيد هو طبعا رد عليك فرد علي وقال لي هو انت دخلك ايه؟ هو كان من هو ما درى انت وزير الاوقاف؟ ما يدري طبعا. قلت له انا اسالك سؤال، انت الامام ولا المذن؟ قال وانا بقول لك انت دخلك ايه؟ كانوا مصلين. القصه يعني طريفه حقيقه، لكن احنا وقت فعرف اني انا وزير عرف انت وزير الاوقاف يعني، بس اتمنى انت ما عاقبته على حزتنا يعني. شاكر لك جدا يا ابو ناصر على الحديث هذا الممتع حقيقه اللي رحنا فيه بكثير من المجالات حقيقه، وامتعتنا جدا جدا. شاكر لك اكثر يعني مما تتصور حقيقه، خصوصا ان هذه بدايه برنامج خط العبدلي. وانا شاكر لك ما قصرت. الف شكر. شكرا.
أعزائي المشاهدين، شاكر بقائكم معنا طوال فترة هذه الحلقة، وإن شاء الله نشوفكم مرة ثانية في حلقة ثانية من برنامج خط العبدلي.